هاد القصة ماشي غير حكاية، هادي تجربة، واللي سمعها حتى الاخر ما غاديش يبقى كيف ما كان من قبل، ما غاديش يبقى كيف ما كان من قبل. السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في قناة الغالي ستوريز، قصص بين الواقع والخيال. القصة اللي غادي تسمعوا اليوم قصة غريبة ومرعبة، وقعات بالضبط في مدينة أزمور، وسمعتها بودني وشفتها بعينيا. وهادشي اللي غادي نعاود لكم اليوم الله شاهد عليا، ما فيه لا زيادة ولا نقصان. نخليكم تعيشوا هاد القصة بلسان الغالي ستوريز. ما تنساوش كيف العادة خليو لايك، واللي جديد يتابونا في القناة باش يوصلكم الجديد. راكم عزاز وغاليين، فيلا بينا. أنا ميلود، خدام عساس في الدرب اللي ساكن فيه، كنعس على الطوموبيلات وكنحارب النعاس بالليل مع البرد والشتا. مراتي حريمة، مرا طيبة قلبها أبيض، ولكن مسكينة ما كتولدش، محرومة من نعمة الولاد، وهذا الشيء كان مأزم ليها نفسيتها. دارنا صغيرة في حي شعبي في أزمور، الجيران، الصداع، حياة بسيطة. حتى جا داك النهار اللي تبدلات فيه حياتي. صليت العصر الله يتقبل، ونزلت مع مراتي نتمشاو في جنب الواد، حتى بانوا لينا الناس مجموعين حدا الواد، الخوات، وشي كيهضر مع شي وكلها واش كيقول. شي كيقول راه تربية مرمية هنا، راه شي وحش رماه الواد، راه من قبيلة لاله عيشة البحرية. ولا حنا الخوت الفضول وقربنا. اش غادي نقول لكم، اش غادي نقول لكم، ما عمري ما شفت شي منظر كيخلع بحال هذا. تربية صغيرة ملفة بتوب، وجهها ممسوخ، وعينيها كبار بزاف، أمها معوج، جلدها مكمش. هادشي سبحان الله العظيم ماشي طبيعي. الناس كيشوفوا بعينيهم وما قدروش يقيسوها، كلشي مجمد في بلاصتو، وكيشوفوا في هذا المخلوق الغريب. واحد من الناس قال أعوذ بالله، هادشي ماشي بشر. واحد آخر قال راه جنية. الناس غير كترجع باللور وخايفة. مراتي تحنات وهزاتها بين دراعها، والناس كيشوفوا فيها مستغربين. حتى جاو البوليس، خداو التربية من عند مراتي. طلعوا البنية للصطافيت ومشاو، وقالت لي مراتي يلا عافاك نتبعوهم، باش إلا ما كانش عند هاد التربية شي والدين أنا نربيها، راها عزات عليا. خدينا الطاكسي ومشينا للمركز ديال البوليس. حليمة مراتي كانت غير ساكتة، ولكن عينيها ما نزلاتهمش على ديك التربية. والمركز طلباتهم باش يخليو ليها التربية، قالت لهم راني عاقرة ومحرومة من الولاد، خليوها ليا. شاف فيها الشرطي وقال واش انتي واعية اش كتقولي؟ هاد البنت كيف ما كتشوفي وجهها ممسوخ وغادية تعاني معاها بزاف، واش غادية تربي هاد البنت اللي بحال هكا؟ كنظن وقيلا ما عرفاش اش كيتسناك من هنا لقدام، والمعاناة اللي غادية تلقاي في تربيتها. مراتي صممات وطلباتهم وزوجاتهم، وأكدت لهم باللي غادية تعتني بها حتى تكبر وتزوجها. الشرطي سكت شوية، شاف فيها وابتسم وقال لها ما عندي ما نقول لك دابا، مادام انتيا مصممة بحال هكا رجعي غدا باش نكملوا الإجراءات. ما نكذبش عليكم الخوت، غير دخلت هاد البنية لدارنا وقعات أول معجزة وأول علامة. مراتي رضعاتها بالحليب اللي شريناه لها من الفارماسيان، وانا كنشوف وجهها اللي بدا كيتبدل، التشوهات اللي في وجهها غاديه وكتنقص، الضوء اللي في البيت كيهبط عليها بحال شي شمعه مضويه بالظلام. اقسم بالله ولات زوينه بزاف، بحال شي ورده تفتحات. الجيران تصدموا فيها، اللي كان كيعيط عليها بالممسوخه ولا كيطلب من الناس السماحه، ولكن الخوف من المستقبل ما بقاش. ولات النفسيه ديالنا انا ومراتي مهدئه، ولينا ناشطين وفرحانين بهاد البنيه اللي نورات حياتنا. كلشي تبدل، انا خدام غير عساس، ولكن الفلوس بدات كتكتر،
غير كيجي شي حد للباركينغ يبلاصي كيدور معايا غير بال200 درهم، ولا جيبي عامر غير بالزرقات والقرفيات. والناس ديال الحومه اللي كنعس ليهم على الطوموبيلات ديالهم والماطر ديالهم زادوني في الشهريه. مراتي اي حاجه كتمناها كتوقع. كتقول مثلا تشهيت شي دجاجه محمره، كتلقى شي جارتها كتدق في الباب وجايباها لها في التوصيل، وكتقول لها خودي حقك من العشاء ديال بنتي، راه جاو فيها الخطاب اليوم. المهم الخوت ولينا مرتاحين ماديا ومعنويا. بدينا كنخافو، البنت بدات كتكبر والحقيقه عاد بدات كتبان. كبرات بنتي بسرعه غريبه، في عام واحد ولات بحال شي بنت عندها 3 سنين، ولات كتكلم بحال الكبار. من نهار مراتي سمعات بنتي زهرة كتهضر بوحدها بهضرة ما مفهوماش، ولات متودنة معاها ورادة ليها البال بزاف. واحد النهار مشيت انا ومراتي لعندها وحاولنا نلعبوا معاها، وقلنا ليها مع من كتهضري؟ ديما كنسولوك هاد السؤال وما كتجاوبيناش، حاولي تفهمينا، بغينا نعرفو. شافت فينا بجوج، ضحكات واحد الضحكة غريبة وقالت لينا انا ما تولدتش، انا تفتحت، انا ما عنديش اب ولكن عندي اصل. واجهناها وقلنا لها فهمينا، ما فهمنا والو. وضحكات ضحكه ماشي ديال البشر، وقالت لينا انا من ولاد الواد، ترميت باش نلقى دار، وانت يا حليمه قلبك كان هو الباب. وقلت لها مع من كتهضري يا بنتي؟ جاوباتني بصوت ماشي ديال بنت صغيره وقالت لي مع اللي جا قبل منكم. تجمدت في بلاصتي الخوت وقلت لها شكون هما؟ وقالت لي نتوما ناس مزيانين كديروا الخير بلا مقابل، والناس اللي جاو قبل منكم من قبيلة خنزب اللي هربت منهم وخرجت من الواد وتسيست في ديك الصورة اللي شفتوني فيها باش ما يقرب لي حتى حد. ولكن من اللي هزاتني مراتك حسيت بالراحة وبغيت نبقى نعيش معاكم. حنا قبيلة ما كنتيقوش في البشر، ولكن السلالة ديالكم قليلة بزاف، ما بقاش في الدنيا. انا ماشي من البشر كيف ما كتشوفوا، انا جنية. ما تخافوش، سميتي هفاف. هربت من قبيلة اللي سميتها عامر، اللي هي قبيلة شرانية كينوضوا النزاعات بين القبائل وكيخلقوا الحروب بيناتهم. بقينا غير مبهوضين في هذا الكلام اللي كنسمعوه. وقالت بنتي باللي سمعت جارنا اللي سميتو السي طاهر كان كيهضر عليها مع واحد صاحبو قدام الباب بهضره خايبه، وكيقول باللي راني شيطانه وغادي نجيب لكم غير العار، باللي مربيين بنت لاقيينها ما عارفين عليها والو غير لقيطه، وباللي راكم مسطين اللي ربيتوني. وقالت لي باللي سمعات من الشرجم، وقالت لي باللي كتسمع كتر من البشر وعندها حاسه السمع قويه. وقالت لي باللي هاد الجار ما غادياش تكون عاقبته على خير. فعلا دازت يومين على هاد القصة حتى لقاو السي الطاهر جارنا ميت في دارو، عينيه محلولين، وجهه معوج بحال شي واحد شاف شي حاجة ما خصوش يشوفها. من داك النهار أي واحد كيهضر على زهرة بنتي بشي هضرة خايبة كتوقع ليه مكفس. وصيت مراتي باش تحفظ هاد السير بيناتنا، ما تعاودو لحتى شي مخلوق كبير ولا صغير. هاد الزمان راه صعيب، كيف ما درتي ليها عيبوها ليك، غير الله يلطف بينا. وقلت لبنتي حنا دابا عرفنا الحقيقة ديالك، اشنو ناوية ديري دابا؟ وقالت لي خاصك تقول مبروك على مراتك، راه حاملة، راه كانوا دايرين ليها السحر باش ما تولدش. ملي عرفت درت اللي عليا. ملي سمعت هاد الكلمة الخوت ما فرحتش، والله ما فرحت، حيت جاني الخبر بارد بحال شي واحد كيقول ليك راه النوبة ديالك جات. شفت مراتي حليمة ما هزاتش راسها، غير شدات كرشها بيديها بلا وعي وبقات ساكتة، بحال إلا شي حاجة كانت عارفاها من قبل ولكن ما بغاتش تصدقها. وقلت لبنتي زهرة شكون اللي عطاك الحق باش تهضري بحال هاد الأمور؟ شافت فيا بنظرة ما فيها لا براءة لا طفولة، وقالت بنتي اللي كيتشاف ماشي بحال اللي كيدار، واللي كيدار في الخفا كيبان في الولد. من داك النهار ما بقيناش كنشوفو شي حاجة واضحة، كلشي ولا غامض. ولكن بدات شي حوايج اللي هما صغار واللي كتخلع أكتر
حليمة كيبان عليها العيا بلا سبب، الحيوط ديال الدار رطابو بالبرودة ولاو كيتفتتو غير بوحدهم، الريحة ديال الواد كتدخل علينا في الليل، المشاش كحلين كيتجمعو حدا الباب وغير باركين. وزهرة بنتي ولات هضرتها قليلة، كتفيق مع الفجر وكتطلع للسطح كتنقط في الماء بحال شي واحد كيغسل يديه. سولتها واحد النهار علاش كتنوضي بكري وكتطلعي للسطح وكتنقطي في الماء، وقالت لي يا بنتي كنحيد الآثار. قلت لها اش من آثار؟ جاوباتني قالت ديالهم باش ما يعرفوش سري. حليمة مراتي بدات كتسمع شي هضرة في الليل، ماشي صوت، بحال توشويش كيجي من تحت الأرض. كانت كتفيق مخلوعة وكتقول ميلود ميلود، راه شي حد كيهضر تحت فراشنا. حرت ما عرفت ما ندير، حيت الخوف الحقيقي ما كيخلاش ولكن كيحبسك. وزهرة بنتي سمعتنا واحد الليلة كنهضر مع مراتي، كنهضروا في هذا الموضوع ديال التوشويش وديال الهضره اللي كنسمعوها تحت الارض، وقالت لينا ما تبقاوش تسمعوا ما تبقاوش تسمعوا، راه كيجربوا. قلت لها كيفاش كيجربوا؟ وقالت كيجربوا واش نقدر نحميكم كاملين ولا غير حتى لهنا. واحد الصباح لقينا واحد الجار، ماشي السيطار، واحد اخر كان ديما كيضحك وكيضحك علينا. لقيناه في دارو ماشي ميت ولكن ما بقاش كيهضر، جالس كرسي متحرك، عينيه محلولين، كيشوف في الحيط وكيعاود غير كلمة واحدة اللي هي دازت. طبيب شافو قال غير صدمة نفسية. وبنتي زهرة ساقت الخبار وقالت لينا هذا اللي وقع لي هذا الشيء، هذا راه ما هضرش غير شاف فيا شوفة خايبة. واحد الليلة مشيت عند بنتي وقلت لها إلا كنتي هي السبب في هذا الشيء اللي وقع ما بغيناكش تعاودي مرة أخرى. شافت فيا مشوفة طويلة وقالت أنا ما كنضرش، أنا غير كنحبس الضرر من اللي كيقرب، ولكن ملي كنحبس الضرر ماشي كيتمنع، راه غير كيتأجل. وقالت يا بنتي واحد الكلمة اللي حبست لي الدم في العروق، اللي هي إلا تزاد عندك ولد غادي نجيو ليه باش يطالبوا بالثمن. دازت 3 شهور، حليمة ولدات، كلشي داز بخير وعلى خير، ولدات بنت وولد. وبنتي زهرة كانت واقفة في باب السبيطار وقالت لي ودابا غادي نقدر نرجع. قلت لها فين؟ قالت لي غادي نرجع عند قبيلتي. ما نكذبش عليكم الخوت، تبخرات قدام عينيا، ما ودعاتناش ما بكاتش، مشات. ومن داك النهار الدار بقات عامرة، الفلوس بقات كتدخل، وليداتي كبروا بالصحة مزيانة. ولكن حتى لدابا إلا جاني النعاس كنسمع صوت الماء، صوت وحدة كتقول الأمان ماشي ديما كيدوم. هادشي اللي عشتو ما نطلبش منكم تصدقوه، غير ديروا الخير، ولكن عرفوا راه شي مرات الخير كيجيب شي حوايج ما خاصهاش تقرب. وبنتي زهرة فين ما كانت وحشوها كنمشيو جنب الواد، واد لالا عايشة بحرية، علا وعسى تجي شي نهار. وهكذا سالات قصتي، نتلاقاو في قصة أخرى إن شاء الله. تبارك الله عليكم.